انا كنت متضايق قوي لدرجه قعدت اعيط ونزلت الشارع عمال اعيط وكل اللي في دماغي كل اللي بفتكره اللي هي الاغنيه بتاعت لما تقوم الصبح وذكريات جميل. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. ايه اغرب طريقه في حياتك كلها عملتها عشان خاطر تخلع من علاقه معينه انت كنت وحش فيها او ساء فيها؟ انا اقول لكم على حاجه حصلت معانا شخصيا، لأسوأ طريقه او أسوأ مره حد حور عشان خاطر يخلع من علاقه يعني كان معايا فيها. انا كنت سيء قوي في العلاقات، فحد عمل معايا موقف انا هحكيه لكم من الاول. انا في واحده كلمتني على الماسنجر وقالت لي ايه ده انت كنت شغال مش عارف في المكان الفلاني، ايه ده طب انا برضو كمان كنت شغاله، طب مش عارف ايه وبتاع. فالمهم يعني ايه بطريقه او باخرى شقطتني يعني. المهم نزلت قابلتها، واعتقد الناس تخيلت فين يعني، اكيد في المعادي. المهم انا قبل ما انزل قلت لها انا ساعتها كنت في الشغل، الجو كان برد قوي، احنا ساعتها كنا بالظبط في 28 12 29 12 حاجه كده يعني، في اواخر السنه يعني، جو برد فشخ. وقالت لي تعالى نتقابل في مكان ما اللي هو في مكان اسمه ده في المعادي. فانا كنت بردان قوي خلص شغل بتاعه، قلت لها والنبي وانت جايه هاتي لي بس اي حاجه احطها بس على صدري عشان خاطر انا متلج يعني. فالمهم اتقابلنا وقعدنا مع بعض يعني وبتاع. قالت لي طب انا عايزه اتمشى فيلا بينا. فالمهم ايه وصلتها اتمشينا مثلا مسافه بتاعه 3 4 كيلو جوه المعادي. انا اصلا تايه ومش عارف انا هروح ازاي، والساعه 11:30 بالليل واحنا معديين. هي دخلت سوبر ماركت، لا انا بس عايزه اجيب شويه حاجات يعني وبتاع، وابتدت تجيب من كل حاجه 2 يعني 2 شيبسي، 2 اللي هو فريز اللي هو بتاع تحس ان هو شبه البيره بس هو مش بيره، ده 2 مش عارف حاجات حلوه من كل حاجه 2. وهي ماشيه قربت ايديها ناحيه ايديا يعني وبتاع ومسكت ايديا انا اتلخبطت من الموضوع يعني بتاع. فلقيتها بتقول لي على فكره انت بتفهمش في الساينس. فقلت لها فعلا عندك حق، انا كنت ضعيف شويه في العلوم از يعني بارت اوف ذا جوك يعني وكده. وقفنا عند بيتها يعني وبتاع، وقعدت تقول لي ايه انا هنا، انا ساكنه هنا في الدور الثاني، طب مش عارف ايه وبتاع. المهم يعني ما طلعتش معاها يعني وبتاع. بعدها بيومين كانت بتكلمني وبتقول لي هنا بقى هنا الخدعه بقى، هنا بقى الكلام بقى. بتقول لي ايه على فكره انا عندي مرض خطير في دماغي، وانا يعني بدون الدخول في تفاصيل وبدون الدخول في شرح، بس انا بحتاج جلسات كهرباء على دماغي، والجلسات دي ممكن بعد ما بعملها بنسى اشخاص او بنسى الناس اللي انا عرفتها في القريب، فما تستغربش يعني لو انا نسيتك او كده. فانا بجد الموضوع حسسني باللي ازاي يعني ازاي بجد. وكنت مهتم قوي ان انا اعرف عن الموضوع اللي هو ايه ده، لا طب وبعدين طب نحل ازاي، طب اجي معاكي، طب فقلت لا انا هبقى تمام، انا هروح والدنيا تمام بالنسبه لي. انا الموضوع كان شاغل دماغي قوي، فدخلت اكلمها على الواتساب وهي قافله السوشيال ميديا بتاعتها، قافله الانترنت وقافله كل حاجه. فيا دوبك اول ما المسج وصلت فقلت لها ازيك، طمنين عليك، انت كويسه، انت مش عارف كذا. بعدها بشويه لقيتها تايبنج، ابتدى قلبي بجد يترج كده من مكانه، ولقيتها بتقول لي هو از ذس. بجد اتخضيت قوي اللي هو طب انا محمود النجار، احنا نزلنا مع بعض وانت مسكت ايديا وانا هزرت ومش عارف كذا، ام سوري انا اسفه مش فاكره، معلش انت مين، طب فكرني بيك. طب انا كنت متضايق قوي لدرجه قعدت اعيط ونزلت الشارع عمال اعيط وكل اللي في دماغي كل اللي بفتكره اللي هي الاغنيه بتاعت لما تقوم الصبح وذكرياتك ميح. صحابي قرب من الناس اللي انا بحبها خايف ان انا ممكن يحصل لي في حاجه زي كده انساهم يعني. وانا بجد كنت ساذج قوي يعني، ساذج فشخ لدرجه ان انا مش عارف انا مش عارف هو ايه اللي بيحصل يعني وبتاع. فقلت خلاص هو نصيبي، انا عارف انا حظي وحش في العلاقات يعني وبتاع، انا يا اما بيتجوزوا يا اما بيتخطبوا يا اما بيصاحبوا يا اما بتاع ده، فدي نسيتني يعني. فخلاص ما فيش مشكله، وابتديت ان خلاص انا مش هكمل في قصه ميكانو دي وما تمام. يفوت حوالي اسبوع ولا حاجه والاقيها داخله كاتبالي هاي محمود ازيك. ففرحت فشخ، ايه ده دي افتكرتني. معلش بس هو انا كنت ناسيه معاك حاجه. فقلت لها كنت ناسيه معايا ايه؟ فكرت بقى تقول لي ناسيه معاك قلبي وناسيه معاك حياتي وبتاع، وانا رجعت افتكرتك تاني. انا رجع نعيش بقى قصه الحب اللي المفروض كان تحصل ما بيننا يعني وبتاع. تقول لي معلش بس انا كنت مدياك سكارف علشان خاطر البرد يعني وبتاع، فانا محتاجه السكارف ده تاني. اللي هو انت اصلا نسيتيني، عملت حورتي عليا وقلت لي انا نسيتك، فاكره السكارف ومش فاكراني. فقلت لها معلش والله هو از ذس، انا مش فاكر الموضوع ده والله. لا اقول لك على حاجه، انا عندي السكارف استنى اجيبه. السكارف اهو هو ده السكارف اللي افتكرته ونسيتني انا. فانا قعدت افكر اللي هو ايه ده، هو انا كنت ساء قوي بجد في العلاقات وبجد شخص يعني. البت فيكت مرض كامل وجلسات كهرباء وسحبت كهرباء كتير قوي، كهرباء ممكن تنور العريش سحبتها عشان خاطر تخلع مني. طب ما كانت تعمل لي بلوك ليه تحور؟ وبعدين السكارف في الاخر هو اللي كشفها.
فانا بصراحه يعني انا مش محتاج، انا عندي سكارفات كتير، بس السكارف ده انا واخده كذكرى علشان خاطر دايما كل ما احس ان انا ذكي كده اعرف نفسي ان هو لا يا ولا انت، بقول لك ايه يا انت غبي، يالا انت البت ضحكت عليك وقالت لك انها مش عارف كذا، قعدت تعيط 3 ايام عشان خاطر البت تخلع منك.